أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله. أزول في الله مرحبا يسمو إن شاء الله لا فيديو كان كنت بخير وعلى خير لك تزمرتي كازن وين كونت بغا وين يعجب لا غوست بوساكي شط حاجاج ما كتوالي متفنينات تصيدات البلاغي والمن ياكلو قاثا كل زوكازيون سيرتو ذي رمضان وين عطيف بصحة ولهنا تبعث لا فيديو على المساكرة باش تزعمكم كيف هكا. السلام عليكم أخواتي الكرام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن الأحوال ويلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. وصفة اليوم هي شت حاجات كما راكم تشوفون بالحميصة بزاف بنينة محمرة مجمرة وخاثرة، طبق راقي يولم جميع المناسبات وخاصة في شهر رمضان الكريم اللي يلقانا بالصحة والهنا إن شاء الله. تابعوا الفيديو للآخر لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. بسم الله. هذه هي مقادير وصفة تاع اليوم. عندي 4 أفخاذ تاع الدجاج مشوطين مغسولين ومنقعين في الماء والملح والقارص، من بعد عاود شللتهم. عندي ايضا كميه تاع الحميصه نحيتها من الكونجيلاتور. عندي ايضا حبه طماطش وحبه بصل متوسطين مرحيين مع نصف ملعقه كبيره تاع لا طوماط كونسونطري. عندي ايضا 3 حبيبات زروديه مقطعين بهذا الشكل. عندي ايضا حشيش مقطفى مقطع. ريسيبيس عندي الكمون زنجبيل الكركم العكريان فلفل كحل توابل الدجاج وشويه تاع القرفه. عندي ايضا لبه تاع الثوم كما اللي درتها معكم في القناه، بلا ما ننسى الملح. في لاكوكوط حطيت ملعقه كبيره تاع السمن مع شويه تاع الزيت العاديه ونحطها فوق النار خفيفه باش يذوب السمن. في صحن كبير ولا في جفنه نحط ليكويس تاع الدجاج كما راكم تشوفوا، نحط عليهم جميع التوابل مع الحشيش مقطفى، نحط عليهم ايضا لا طوماط كونسونطري، نزيد عليهم ملعقه كبيره تاع الثوم، نزيد عليهم 2 ملاعق كبار تاع سمن ذايب مع الزيت. من بعد نخلط كامل لا ماريناد اللي فيها الحشيش ولي زيبيس والثوم ولا طوماط كونسونطري مع 2 ملاعق تاع سمن. من بعد نماريني بها لي كويس بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. من بعد نحطهم في لاكوكوط على سمن والزيت اللي بقات. هنا استعملت لي كويس، تقدروا تستعملوا صدوره ولا دجاجه كامله وحتى لي موصو تاع الدند. كي تمارينيو الدجاج بهذه الطريقه يتخرج لكم شطحه بزاف بنينه، وخاصه اذا عندكم الوقت خلوه يرتاح 2 سوايع ولا 3 باش يتشرب لا ماريناد، خير ملي تحطوه مباشره يتقلى. بعد ما حطيت لي كويس في لاكوكوط كما راكم تشوفوا، نحطها فوق النار خفيفه باش تزيد تتقلى، نحطها تتقلى حوالي 5 دقائق باش تشرب في لا ماريناد. نشيل الجفنه بفنجان تاع الماء ونحطهم في لاكوكوط باش ما تتحرقش. بعد ما تقلى الدجاج حوالي 2 دقائق ولا 3، وبهذيك السخانه ثبتت لي زيبيس عليه، زدت عليهم طماطش والبصل المرحيين وايضا الحميصه وزروديه، نزيد عليهم شويه تاع لي زيبيس والملح لانه لي زيبيس اللي حطيناهم في الاول هما حق الدجاج. كامل لي زيبيس اللي حطيتهم في الدجاج نحطهم ايضا في لاصوص ما عدا لي زيبيس تاع الدجاج. نزيد عليهم ايضا حشيش مقطفى مقطع من جهه الاغصان، ونحط لاكوكوط فوق نار متوسطه باش يتقلى كلش مع بعض. بعد ما تقلى مليح الدجاج حوالي 10 دقائق كما راكم تشوفون، نمرق بالماء المغلي باش مباشره يكمل طياب. نمرق حتى يتغطى كامل الدجاج. من بعد نحرك الدجاج وزروديه كامل باش ينزل الماء لتحت وما يتحرقش. نغلق لاكوكوط ونحطها فوق النار حوالي 20 الى 25 دقيقه، من بعد نفتحها عليها. تفقدت الدجاج لقيته قريب يطيب كما راكم تشوفوا. نزيد عليه 3 حبات تاع البطاطا مقطعين بهذا الشكل دوائر. هذه البطاطا اختياريه، لكن اذا زدتوها هي اللي تخثر لاصوص، وايضا تخرج بنينه لانها تتشرب من البنه تاع الدجاج، وايضا تعمر القدره. وكما راكم تشوفون نزيد عليهم شويه تاع حشيش مقطفى مقطع وملعقه صغيره تاع الثوم، يزيدون في البنه للشطحه ديالنا وايضا يعطولها رائحه شهيه. هذه المره ما نغلقش لاكوكوط ونخليها تطيب على نار متوسطه حتى تطيب البطاطا وايضا الدجاج يكمل طياب. وكما راكم تشوفوا كلش طاب، البطاطا طابت وزرودية ايضا والدجاج كمل طياب، وايضا لاصوص خضرت وتجمرت بصح نخلي حق الطغماس. وفي الاخير نزيد لها شويه تاع شيش مقطع ونطفي عليها. هذه هي الشطحه اللي تحصلت عليها كما راكم تشوفوا محمره متجمره وايضا لاصوص خاثره. اما البنه لازم تجربوها باش تستمتعوا بها. تحصلت على شطحه دجاج بزاف بنينه شكلها تحفه تشهي تدفي بلاصوص خاثره ومتجمره وايضا سخونه في هذا البرد. طبق راقي لجميع المناسبات وخاصه في شهر رمضان الكريم اللي يلقانا بالصحه والهنا ان شاء الله. شطحه دجاج اكل تقليدي جزائري نحبوه كامل، حضرته لكم بطريقه الاصليه سهله وبسيطه. زدت له شويه تاع البطاطا كيما راكم تشوفوا عمرت بصير ماشي غير الحميصه وزروديه. تقدروا ايضا تزيدوا له فلفل حار في الاخر ولا تاكلوه بالفلفل المرقد بصحتكم.
هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. شهدكم في الجنة أخواتي الكرام، اللهم اجعلها نعمة دائمة وامنعها من الزوال لنا ولكم ولجميع المسلمين إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والابوني والبارتاج فضلا وليس أمرا. جزاكم الله الجنة والنعيم ديالها إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. سواء غير نصور ثقرا لا فيديو مثل عجبه ولا غوصة بوساكي ويتتو ثلاثة اللايك وكل الابوني لكل البارتاج كوني جزير بوس لخلكم الجنة. تجاكم دي السرد لي سرر ثمري اللي لا فيديو غادي تدون ما يبقى وحنين.